السلام عليكم المتتبعين والمتتبعات ديالي داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. نتمنى يا ربي هذا النهار تكونوا بخير وعلى خير، فرحانين وناشطين، والله يدخل عليكم هاد العواشر بالصحه والسلامه ان شاء الله وباش كتمناو. كيف ما كتعرفوا المتتبعين ديالي، مع رمضان والعواشر وتبارك الله ما كاين دابا في هاد الوقيته غير جري عليا نجري عليك. اللي كيدير سلو كيديرو، واللي كيدير الشباكيه كيديرها، واللي كيوجد البريوات كيوجد لهم. وانا بديت بالزرع المتتبعين، وقلت علاش اللي حيت غسلته ونشفته قلت غادي نخرج نصيرو هاد النهار ان شاء الله في هاد الطبيعه هادي. منها نصير انا الزرع ومنها ندي المتتبعين ديالي لهاد الطبيعه الرائعه. كيف ما كتعرفوا فصل الربيع تبارك الله الدنيا كلها غزاله. كيف ما كتشوفوا جبنا الكسكروت ديالنا الكوتي وخرجنا، قلت غنصير الزرع والوليدات يلعبوا. كيف ما كتعرفوا بعدا المهم الطحين هو اللي مهم، بعدا نوجدوا الطحين وان شاء الله غادي نبداو نوجدوا داكشي ديال سلو وديال هذا ان شاء الله بشويه بشويه. وخليوكم معايا المتتبعين، ونتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم والله يجازيكم بخير. كيف ما قلت لكم المتتبعين ديالي في الفيديو اللي سبق وصورت لكم شويه على الحاجب، كيف ما كنقول لكم الحاجب دائما والعين ما تعلى على الحاجب. كيف ما كتشوفوا الحاجب تبارك الله بالخضوره تبارك الله وبالجبال وبالطبيعه والهواء ديالو والماء، راه متميز لدرجه كبيره يا المتتبعين، غزال الحمد لله. الله يدومها علينا نعمه يا ربي. وكيف ما كتشوفوا الدراري هما طالعين للجبل وانا تابعاهم كنجري تابعاهم، خفتهم يطيحوا ولا شي حاجه راني تابعاهم المتتبعين. كيف ما كنقول لكم ديك الله الوطن راه كتبان. هذه الدخله الحاجبه المتتبعين، الرومبوان الاولى في دخلة الحاجب فيها واحد الجلسة ما شاء الله. فخليوكم معايا، راني فرشت المتتبعين وان شاء الله غنبدا كنقي في الزرع، فخليوكم معايا ان شاء الله. كيف ما كتعرفوا شحال هادي بكري كانوا العيالات والجارات كيتجمعوا كينقيو الزراع، وسيرتو يا المتتبعين في المناسبات. انا كنت عاقله على حنا كانت كتعاود لينا بان ملي كيكون شي عرس 7 ايام وهما كيوجدوا ليه كينقيو الزرع وكيصوبوه وكيغسلوه وكيغنيو وكيشطحوا. صح ما بقاش داكشي المتتبع. انا فاش كنت صغيره دائما حنا كتقول لي اجي لهنا زيدي لهنا تعلمي زيدي لهنا تعلمي، وعلماتني الله يجعلها لها ان شاء الله يا ربي في الميزان المقبول، والله يرحمها في هاد العواشر. صراحه الواحد الحاجه اللي تعلم المتتبعين يعني كتفيدو في الحياه. الله يجعلها لها المهم مسكينه في الميزان المقبول. ايوا كيف ما كتشوفوا المتتبعين ديالنا، ها هو جا وقت المعقول، جا وقت كسكروت، جانا الجوع المتتبعين. هاتاي بالرزه نعم سيدي شلح.
ومن هنا المتتبعين ديالي كنقول لكم السلام عليكم، ونتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم، ونتمنى ان شاء الله تدعموني وتشجعوني، وشكرا والله يجزيكم بخير.